لما اجي تعترف له انها مش بتعرف تقرا كويس. الراجل ده قال لها انا هعلمك. فماجي بسخريه كده قالت له ليه وانت مدرس؟ الراجل ده قال لها لا انا بروفيسور. راحت ماجي كاتمه الكلام على طول. الراجل ده قال لها امسك الكتاب واقري على مهلك خالص، انا مش ورايا اي حاجه. وفعلا صبر على ماجي جدا، وماجي بدات تقرا كلمه كلمه لغايه ما قرت صفحه كامله من الكتاب. بعدها الراجل ده اتكلم معاه في حاجات كتيره جدا عن الامور الحياتيه، واللي منها المواقف اللي بتقابل الانسان واللي ممكن تكسره او تجرحه وتاثر عليه بطريقه نفسيه مش كويسه. بس كمان كلمها عن الطموح والمثابره، وفهمها ان الحياه بتيجي على الشخص الضعيف والمستسلم انما بتخاف من الشخص القوي. في نفس الوقت ده من الناحيه التانيه بنلاقي ان سايمون اتقدم رسميا لروز، وروز طبعا هتوافق. في نفس الوقت ده من الناحيه التانيه إلا بتقول لماجي هو ايه الحكايه، هي ايه المشكله اللي بينك وبين روز مخلياك مش عاوزاها تيجي هنا. ماجي بتحاول تتهرب منها ومش عاوزه ترد عليها. فإلا سالتها طيب انت فاكره مامتك؟ ماجي قالت لها انها كانت مميزه مختلفه عن كل الامهات التانيين، وانها كانت دايما بتحب تفاجئهم. وسالت جدتها بعد كده بنتها كانت ايه بالنسبه لها. طبعا إلا قالت لها انها كانت بتحبها جدا، وكانت دايما بتقول لها انها تاخد الدواء بتاعها، وده لان صحتها ما كانتش كويسه. كمان كانت رافضه ان بنتها تخلف لان الخلفه كانت خطر جدا على صحتها. ماجي قالت لها يعني وانت ندمان على وجودي انا وروز؟ إلا قالت لها لا، اللي انا ندمان عليه اني ما سمعتش من بنتي ايه اللي هي كانت عاوزاه في الحياه، لاني كنت دايما بقول لها ايه اللي انا عاوزاه في الحياه. بنروح مره تانية لروز، بنلاقي سايمون بيوصلها لبيت ابوها لان مرات ابوها عامله لها حفله بمناسبه خطوبتها. وطبعا مرات ابوها كانت مجمعه كل اصدقائها وكمان بنتها اللي بتحبها جدا. وروز تقريبا ما كانتش تعرف اي حد في القعده دي غير صديقتها المفضله والمقربه منها جدا اللي كانت جايه معاها. على كل حال مرات ابوها دي بتبدا الحفله على طول، وبتجيب تلفزيون علشان تعرف فيه شويه صور لروز وهي لسه صغيره. وبنلاقي ان الصور كلها ما كانتش حلوه خالص. مرات ابوها جايبه لها كل الصور المهينه والوحشه، ده غير انها كانت عماله تتريق عليها طول الوقت وضحكت كل الناس الموجوده على روز. فروز راحت قايمه من وسطهم ودخلت المطبخ وهي عماله بتبكي، وصديقتها راحت وراها علشان تهديها. في الوقت ده روز بتقول لها انها نفسها اختها تكون فعلا معاها دلوقتي لانها هي الوحيده اللي بتحبها من قلبها. في الوقت ده بتجيلها مرات ابوها بتقول لها ايه انت ازاي تتجرأي وتسيبينا واحنا قاعدين؟ ده انا عامله القعده دي كلها علشانك. فراحت روز ماسكه السكينه وقالت لها بقول لك ايه يا وليه انت لو ما مشيتيش من قدامي هقطع لك لسانك. فعلى طول مرات ابوها اختفت من قدامها في ثانيه. وبعدها روز بترجع البيت وبتقعد على الكنبه اللي كانت ماجي بتنام عليها. بالصدفه كده بتلاقي ورا ظهرها الشال بتاع اختها، فبتجيب التليفون وبترن عليها تاني، برضه نفس الكلام، الخط بتاعها مش شغال. اما ماجي من الناحيه التانيه فبتساعد صديقه جدتها في انها تختار الهدوم المناسبه للفرح بتاع حفيدها، وده لان ماجي ليها في الفاشون شويه وبتعرف تساعد الناس في الهدوم المناسبه ليهم. اما روز من الناحيه التانيه فبتروح حفله مع سايمون، وهناك في الحفله دي كعب الجزمه بتاعها بيتكسر، فبتروح تقعد على كرسي كده مع نفسها على جنب. في الوقت ده بيجي لها صديقها اللي كانت بتحبه وسابتها.